الا قلت لك هاد الكيك وشوكولا مصايبه بلا شوكولا وما غتحتاجش فيها اصلا الشوكولا، ميكسور وبابسط المكونات الاقتصاديه راه ما تخيلش البنه اللي كتجي فيها. في ميكسور غدير الحليب وشويه الحامض، نص كاس ديال الزيت العاديه، 3 ديال البيضات وشويه السكر. العبارات والديتاي كامل كاتبولك في الديسكريبسيون لتحت. من بعد غتميكسي كلشي المره الاولى. من بعد غتزيد عليه 2 كيسان ديال لافارين، كاس ديال الكاكاو غبره وواحد ساشي ديال القهوه اللي كيبقى اختياري، وغتعاود تخلط كلشي المره الثانيه. القوام ديال الكيك كيجي على هذا الشكل، يكون غير واحد شويه خاطر. غدير كلشي في مول وغتدخلو الفران 25 دقيقه. سقيتها شويه بالحليب ومن بعد بديت كنقاد لاصوص اللي غندير من الفوق، بنص كاس ديال الكاكاو غبره، نص كاس ديال لافارين، معلقه د المايزينا وسكر وكاس ديال الحليب. خليته على نار دافيه ومن بعد زدتو على الكيك ديالي من الفوق. بالنسبه للتزيين انا قاديتها على هذا الشكل، مكونات بسيطه ولكن راه ما تخيلش ليا البنه اللي جات في هذا الكيك. الا قلت لك هاد التشيز كيك اللي كتشوف دابا مصايبه بلا كريم بلا فروماج فيلادلفيا وبلا هادو كثره المكونات اللي في الاخر ما كتصدق مصايب والو، شي حاجه سهل واقتصاديه اكثر من هادي. انا هنا درت دي كوكيز اللي غنصايب بهم لا باز ديال التشيز كيك، درتهم في واحد الاشواغ مع الزبده دايبه حتى تولي لا تيكستور هكذا. من بعد حطيت لاباط في واحد المول ديال 22 سنتيمتر، سرحتها ودخلتها ساعه للثلاجه. من بعد خديت 3 ديال البيضات، زدت مليحه، السكر، شويه ديال الفاني، وهنا خديت ياغورت بيرلي وزدتو مع 2 معالق ديال المايزينا وحركت كلشي حتى تولي لا تيكستور هكذا بلا ما تزيدوا الكريم ولا اي حاجه اخرى. درت ميلونج في ميكسور وزدت عليه القشور ديال الحامض، دزتو فوق من لاباط ودخلته الفران 30 دقيقه في 180 درجه. وهنا وجدت واحد اللعيبه اللي غنزيدها من الفوق بشويه ديال الفرomboise، السكر، الحامض وشويه ديال الماء. ديتاي بالعبارات كامل كاتبولك لتحت. تقدروا تقادوا تشيز كيك غير بوحدها هكذاك، جات ناضيه بلاد وكثره المكونات. هذه اللي كتشوف دابا بنانا بريد، غتصاوبها بهذاك البنان اللي مخشي في الثلاجه منذ قرون وقريب يخسر وما عندك ما دير به، طالعه بوالو، ولكن راه ناضيه. الاولى غتاخذ 2 ولا 3 ديال البنانات مسالين قراب يخسروا ما عندك ما دير بهم، غالبا في شي قنت في الثلاجه. غتزيد عليهم الزبده، السكر، 2 ديال البيضات، كاس العنبه الحليب ومعلقه ديال الفاني اللي ماشي ضروري هنا، وغتطرب هاد السوائل كامله بوحدها. العبارات بالديتاي كاملين غتلقاني كاتبهم لك لتحت. غتزيد لا فارين، معلقه القرفه، لا ليفيغ ولا خماره كما كنقول، وغتعاود تطرب كلشي المره الثانيه وهالكيك وجدات. بعدك البنان نيت اللي كنتي غتلوح. وفي الاخر سيادنا تشقلب ليا المول قبل ما ندخلوا الفران وعاودتو. هنا قاديت واحد الكلاصاج بالفرomاج، الزبده، السكر وشويه مليحه وطربتو باش كيولي هكذا. هاد الكلاصاج تقدروا ديروه ولا لا، كيبقى اختياري وما داخلش في الغوسيت. خرجت الكيك بديت كنيطالي الكلاصاج ديالي من الفوق وهالكيك وجدات. بعدك البنان نيت اللي كنتي غتلوح ولكن راه جات ناضيه. ماربل كيك، هاد الكيك الصراحه دارت غير باش تبقى تشوف فيها. غتجمع لي زانغريديون اللي نعطيك كاملين، غديرهم شي بلاندا، غتخلط وغتصدق لك واخا تكون اكبر معكاز ولا معكازه. اول حاجه غتاخذ البيض، غتزيد عليه السكر، الزيت، وغتخلط كلشي في شي بلاندا. ديتاي بالعبارات كاملين كاتبهم لك لتحت. غدير هذاك الميلونج في واحد البول وغتزيد عليه لا فارين، خماره وشويه ديال المليحه، كذلك العبارات كاملين كاتبهم لك لتحت. وغتعاود تطرب كلشي واحد 10 ديال الدقائق. خديت ابخي كاس ديال الحليب مع الزبده، درتهم في واحد اللعيبه هكا وذوبتهم وبديت كنزيدو على الميلونج ديالي وانا كنخلط. قسمت الميلونج ديالي على 2 والثاني زدت فيه البودر ديال الكاكاو، ما غتحتاجش الشوكولا هنا. وصافي في واحد المول بديت كندير الميلونج الاول فوق الميلونج ديال الكاكاو وغتبقى غادي هكا حتى غتساليهم بجوج. صافي ودخلتها طيب في الفران. الكيك هكذا بوحدها جات ناضيه، دايزه واشر مع شي كويس ديال اتاي. بوكست عليها بواحد شويه ديال الشوكولا مع الحليب والزيت، ذوبتهم وزدتهم عليها من الفوق وخليتها حتى بردات وقطعتها. المهم خرجت كنشقلب كلشي في الثلاجه. هي الصراحه الكيك غير ديال تبقى تشوف فيها، اللي بيناتنا جات ناضيه. الا قلت لك هاد الكيك والشوكولا اللي كتشوف دابا مصايبه بلا شوكولا بلا كريم وفي 10 ديال الدقائق، يعني شي حاجه اقتصاديه وسهل من هذه راه محال غتكون. خديت 3 ديال البيضات وزدت عليهم كاس صغير ديال السكر، كاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت، وهنا خلطت السوائل كامله بوحدها. من بعد خديت بلاندر وكبيت فيه الميلونج اللي قاديت دابا، زدت عليه لا فارين، الخميره، الكاكاو والقهوه. ديتاي كامل بكاس العنبه كاتبولك لتحت. وهنا عاودت خلطت كلشي مجموع. من بعد درتها في واحد المول اللي غتمشي للفران 23 دقيقه بالضبط 180 درجه. الشكل ديالها كيجي ناضي. من بعد قاديت الصوص الشوكولا ديالي باسهل ما كاين، سكر، لا فارين، المايزينا، الحليب والكاكاو. ديتاي بالعبارات كاملين كاتبهم لك لتحت. خلطت ودرت كلشي سخن شويه كيجي القوام ديالو هكذا. كبيت الصوص ديالي فوق الشوكولا وزينتها بواحد اللعيبات كانوا حدايا، ولكن فريمون راه جات ناضيه وشبعانه شوكولا من الداخل. سلام، غنعطيك واحد الكيك شوكولا بلا زبده وبلا بيض، اسهل كاطو صيبتو في حياتي. غتحتاج فيه 4 ديال الحوايج موجودين، لا فارين ولا الفارينه، الخميره، الحليب وياغورت. اول حاجه غتاخذ 150 غرام ديال الفارين ديال الخبز ولا ديال الحلوى، غتزيد عليها 50 غرام ديال البودر ديال الكاكاو، من الاحسن ما يكونش فيه سكر. غتزيد من بعد 8 غرام ديال الخميره، اي تقريبا نص معلقه صغيره د الخميره. من بعد غدوز تاخذ ياغورت واحد غديرو في شي زلافه، غتزيد عليه 6 سنتيلتر ديال الحليب، اي تقريبا كاس صغير، وغتزيد من بعد السكر، عينك ميزانك غير ما تكتر.
كثرت بزاف وصافي. خلط كلشي وزيدو على الخليط الاول ديال لافارين وحرك مزيان حتى تبان لك العجينه بدات كطلع، غير ما تكونش قاصحه بزاف، ولا زيدها شويه ديال الحليب. انا زدت طريفات صغار ديال الشوكولا والكراميل الوسط، ماشي ضروري ولكن انا كتعجبني بزاف الكومبينيزون ديال الشوكولا والكراميل. دخل كلشي الفران وتخليه 20 دقيقه. كيك الشوكولا وغير بجوج ديال المكونات، والله الا غير بجوج ديال المكونات، غير بالبيض والشوكولا ما نظنش غتلقى سهل من هادي. اقتصاديه واسهل وابسط ما كاين في الكيك. من بعد ما ذوبتي 350 غرام ديال الشوكولا غتاخذ 4 ديال البيضات وغتفرق الصفر ديال البيض على الابيض. من بعد غتقرب البيض ديال البيض حتى يبان لك طلع مزيان، والصفر اللي بقى لك غتخلطو مع الشوكولا اللي ذوبتيه قبل. راه قلت لكم اسهل ما كاين. اخر حاجه البيض اللي طربتيه قبل غتزيدو على الميلونج ديال الشوكولا وصفرة البيض، وغدير كلشي في شي لعيبه ولا شي مول وغتدخلهم 25 دقيقه للفران. يلا تهلاو. واه بزاف.